السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كابتن شريف الإنجليزي. طبعا أنا مش هعرفكم بنفسي، انتوا كلكم تبقوا عارفين مين هو شريف الإنجليزي. أنا شريف الإنجليزي، أخوكم من محافظة المنيا، مركز ملاوي. كنت لاعب كورة، بعد كده حصل لي إن أنا جالي كسر في عظمة الشظية في رجلي، والدكاترة ما كانوش عارفين التشخيص اللي عندي لحد ما ربنا أراد لي الحمد لله إن أنا ألاقي دكتور يلاقي المشكلة في رجلي، وطلع عندي كانسر في رجلي. فكان لازم إن أنا ألحق الكانسر ده قبل ما ينتشر في الجسم كله. لما دخلت أوضة العمليات الصبح، الحمد لله الدكتور قال لي يا شيخ أنت لازم تعمل عملية بتر في رجلك عشان الكانسر ما ينتشرش في جسمك. الحمد لله شكرا ربنا عملته، ودلوقتي ربنا كرمني السنه اللي فاتت لعبت في نادي الزمالك للصقر واحده، وكنت مرشح لانضمام منتخب مصر لولا حته اهمال مني، بس ان انا المواصلات والظروف اللي عندي. والسنه دي الحمد لله موجود في فريق نادي زد للصقر واحده برضه، وكنت حابب اعمل محتوى رياضي كده ان انا اتكلم معاكم في الرياضه بشكل عام وبشكل خاص برضه، احلل المباريات، احلل الاداء، احلل اللعيبه برضه. فكنت عايز ان انا اوريكم حاجه بسيطه، بس ان انا دلوقتي لو راجل بلعب ب4-3-3 او 4-1-2-3، او اقلب طريقه اللعب ل 4-2-3-1، او ان انا اقلب الطريقه ل 4-4-2، او اقلب الطريقه 3-5-2، أو إن أنا أقلب الطريقة 4 كده 1-3-2، أو أقلبها 4-1-4-1. المفروض أنا لو هلعب بالطرق دي كلها، أنا لو خليت إن أنا مثلا عندي مثلا زي الأول 4-1-2-3، اللي هو الاثنين السد باكات بتوعي، او زي ما بيقولوا بالارقام 2 و3 و4 و5، وعندي 6 اللي هو الديفندر الثابت، وعندي 10 و8 اللي هو محور اللعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وعندي اللي هو راس الحربه الصريح، والاثنين الافام. المفروض انا قبل ما العب يعني بتشكيل زي ده، المفروض ان انا لعيبتي دي اكون محفظها طول اللعب. المفروض ان انا لعيبتي دي احدد ان انا هلعب ايه، ههاجم بعد الثلث الاولاني ولا بعد الثلث الثاني، اللي هو انا هقسم الملعب ل3 تلات. المفروض انا محدد ده كله، مش هحط ده على السبوره ويلا صلي على النبي وانا اتوكل على الله. المفروض انا لما اكون مدير فني واسمه مدير فني ناجح واتكلم، المفروض انا احفظ طريقه اللعب دي للاعيبه بتاعتي. مش هحط، ما انا ممكن 4-3-3 دي ممكن تبقى 4-1-2-3، ممكن تبقى 4-1-4، ممكن تبقى 5-3-2. كل ده بيبقى المهدوف بتاعه ان انا اللعيب بتاعي بيترحل ازاي. الترحيل في الملعب، المفروض ان انا احفظ لعيبتي على الترحيل في الملعب، ان هو يترحل ازاي، احفظ كل واحد المركز بتاعه. عايزكم في اخر الفيديو تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه بتاعتي وتدعموني، ونفسي اوصل يعني ان انا احلل مع الناس كلها، وانا اخوكم مش غريب عليكم يعني. واخر الفيديو نفسي ان انتوا تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وتدعوا لاهالينا في غزه ان ربنا ينصرهم يا رب على اللي هم فيه. واخيرا انا اقول لكم شريف الانجليزي وملعب النجوم. السلام عليكم.